إخواني المغاربة، مرحبا بكم جميعا في هذا الخبر اللي كيتعلق بانخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمغرب. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الخبر، ما تنسوناش بالدعم ديالكم من خلال الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو. هبط لتحت دير أبوني في القناة، وبهكا تكون تستفدي وتستفد من جميع الأخبار الوطنية والدولية وتوصل بها أنت الأول. إذا ندخل في تفاصيل الخبر. لوحظ خلال الأيام الأخيرة أن أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية بالمغرب بدأت في الانخفاض، وذلك راجع إلى الأوامر الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى أوامره لرئيس الحكومة عيس أخنوش باش يراقب السوق الوطنية ويشوف عبر لجان مختصة. شفناها جميعا في مجموعة من المدن المغربية، أن مجموعة من اللجان بدأت تتراقب الأسواق الأسبوعية والأسواق اليومية. وهكاك شفنا أن الأسعار الخضار الفواكه واللحوم والدواجن بدأت في الانخفاض، وهذا باش إن شاء الله في رمضان المبارك اللي جاي نشوفوا اسعار المواد الغذائيه تنخفض كما موالفين عليها، باش تكون في القدره ديال المواطن البسيط. وان شاء الله نتمنوا خير لهذه البلاد، وشكرا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.